وإنما جاء بنا إليكم اليوم سيدي الرئيس هو سفك الدماء وخيانة الأعراض، فإن واقعة اليوم فيها من الدنس ما يكفيها، وفيها من الغدر ما يوفيها، وقد جئنا بها إلى محراب عدلكم، محراب القضاء. فالقضاء زمام الأمور ونظام الحقوق وقوام الحدود والقطب الذي عليه مدار الدنيا، وهو حمى الله في بلاده وظله الممدود على عباده، به يمتنع حريمهم وينتصر مظلومهم وينقمع ظالمهم ويأمن خائفهم. أماذا؟ أتلك الأفعال في بلادنا؟ أذلك يحدث في ريفنا؟ فأين مبادئنا الريفية؟ وأين تقاليدنا المصرية؟ وأين أعرافنا العربية؟ وأين تعاليمنا الدينية؟ مسيحية كانت أو إسلامية؟ وقالت الحكماء: قاض عادل خير من مطر وابل، وقاض غشوم خير من فتنة تدوم، وإن الله يزع بالسلطان أكثر ما يزع بالقرآن. الحقيقة كفاك كذبا وتهليلا وتضليلا، أتكونين أنت القاتلة وتظهرين بمظهر القتيلة؟ ولذلك جئناكم سيدي الرئيس بواقعة عنوانها الخيانة، وموضوعها وأد الأمانة.